السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى النهاردة اعرفي أسرار البيتزا بتاعتي اللي تضرب أي بيتزا تانية بالنار. بس قبل أي حاجة عشان نكون على نور، هاتي الكرسي بتاعك وهاتي كوباية شاي واقعدي كده اتفرجي بمزاج للآخر، علشان كله تريكات، علشان خاطر رجليكي ما توجعكيش وتسيبيني في ربع الفيديو. يلا بينا من غير لوك كتير. أول حاجة هتجيبي كيلو من الدقيق منخول. اهم حاجة تنخلي الدقيق لأي حاجة، وهتنزلي عليه بمعلقة ونص من الخميرة الفورية، بديلها لو مش متوفرة خميرة بيرة زي قد قطعة عين الجمل كده. كيلو الدقيق ده شيلي منه نص كوباية، اركنيها على جنب، وهتعرفي انا بشيلها ليه من خلال متابعتك للفيديو. بعد ما ضفنا الخميرة هنضيف معلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة بيكنج باودر عشان يخليها لي هشة. وهتضيفي كمان معلقتين يعني وسط كده من الخل بيخلي العجينة طرية جدا، وده سر من أسرار طراوة البيتزا عشان ما تنشفش منك. قلبي بقى كل المكونات دي كده مع بعضيها. هتنزلي برضو عليهم بمعلقة كبيرة من اللبن البودر. ده طبعا بعد ما هضيف شوية مية صغيرين. انا بحب اضيف المية الاول، شوية مية انسم بيهم الدقيق كده، وبعد كده اضيف معلقة اللبن البودر علشان خاطر تديني لون كريمي كده في العجينة. العجينة البيتزا بيبقى ليها لون كده يعني زي كريمي لاتيه فاتح كده، تمام؟ عشان كده انا بضيفه في المرحلة دي اهي. وبعد كده هتضيفي كوباية من الزبادي انا اخر حاجة بحطها قبل ما اضيف كمية المية كلها، علشان خاطر بتطري العجينة وبتديها تطعيمة حلوة كده، ما بتخليش العجينة اي كلام كده، تمام؟ ادي مكونات العجينة قدامكم اهي عشان خاطر نبقى واضحين. والمية يا جماعة مية دافية للعجن. المية انزلي بيها بالتدريج، وحاولي بقى لملمي كله ده كده بالمعلقة. وبعد كده بقى هنستخدم ايدنا عشان نلت ونعجن. اهم حاجة بقى يا ست الكل تراعيها وانتي بتعملي عجينة البيتزا دي، يعني ما تضيفيش المية مرة واحدة، ضيفيها بالتدريج. يعني انا هو ضفت يعني بالظبط كيلو الدقيق خد معايا كوبايتين ونص من المية الدافية من اللي هو المج المعياري ده، شايفين؟ انا بقى هوريكم. فاكرين نص كوباية الدقيق اللي احنا شلناها؟ دورها جاي في السكة دلوقتي. وسعوا لها كده شوية. ايوه حضرتك اهو. ليه بقى نزلت على العجينة بالنص الكوباية التانية دي؟ مش نص كوباية كاملة، هي يعني خدت نص الا معلقتين كده. ليه بقى؟ علشان خاطر ما اضطراش لو العجينة لا قدر الله طريت منك ما تدوريش بقى يعني تستلفي يمين يا ولاد الحلال يسلفني شوية دقيق. لا، احنا ما بنستلفش حاجة من حد، حاجتنا في بيتنا. انت يا ريت تعملي بقى الموضوع ده او الميزة دي ميزة في العجين، شايفة؟ وكملت المعلقتين التانيين انا بقى هفرشهم على الرخام عشان العجينة اعمل يعني ايه، اعجنها عليها. شايفة بقى العجينة؟ افتحي واقفلي فيها وفسحيها وفسخي فيها، كله ده بيساعد ان العجينة تطرى وفي نفس الوقت تبقى ناعمة ومش مفيهاش تعريج او حاجة. خلصتي عجينتك وخدمتيها مية مية، ما تستعجليش في خطوة العجن. هتجيبي الطبق اللي انت عملتي فيه وهي معلقة زيت واحدة من على الوش من تحت ومن على الوش، علشان خاطر ما تقشفش مني. تعالي بقى للصلصة، وسلام مربع للصلصة دي. ليه بقى؟ لان انا بشوف صلصات غريبة يعني بيضربوها في الخلاط قبل ما تتسبك وموال كده، يعني كأننا هنطبخ. لا، صلصة البيتزا صلصة مخصوصة، صوص مخصوص بيشتري بمبلغ وقدره من بره. وفرته لك عملته لك بالتست بتاع بره واقوى واجمل. ايه هو؟ طيب عشان الرغي ده كله هتجيبي الطماطم تقطعيها 4 ارباع او 8 انصاص براحتك، وهتضيفي عليها معلقة توم مفروم ونص قرن فلفل يكون حامي يكون افضل، ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة كزبرة ونص معلقة فلفل اسود
ومعلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة زيت. وطبعا يعني تضيفي ربع كوباية مية. والبيتزا مش هتنفع من غير الزعتر، هنحط طبعا معلقة كبيرة زعتر. هتقلبي كل المكونات دي كده على البارد زي ما انا عاملاها قدامكم، وترفعيها على شعلة البوتاجاز على نار عالية لحد ما ميتها تنشف خالص، تنشف يعني ما يكونش فيها نقطة مية. بعد ما تنشف تروحي بقى تبرد وتروحي ضرباها في الخلاط. تمام. دي صلصة البيتزا يا جماعة، والله العظيم الصوص بتاعها طالع بيوريه وكريمي، شايفة عامل ازاي، وطعمت الدنيا والاخر فيه، يعني انا بقيت اكله كده لوحدي. وطبعا حطي رشة يعني معلقة تانية زعتر فريش ومعلقة زيت علشان خاطر تبقى زي اللي تتفرد معايا كده، زي البيوريه كده على قطعة العجين يعني بتاع البيتزا. كده حضرنا اهم خطوتين في عميل البيتزا ده. كده تاني سر في ان البيتزا بتاعتك تكون عالمية وفعلا تضرب البيتزات التانية بالنار. شايفين بقى، شايفة العجينة ما شاء الله بفضل المكونات اللي احنا ضفناها. الخل بيخلي والبيكنج باودر بيخلي العجينة هشة ما شاء الله. كيلو الدقيق يعني شوف عامل ازاي، تضاعف يعني. هي قعدت في الاختمار بالظبط نص ساعة، لان احنا طبعا في حر، هتفرق لو انتي في الشتاء. تمام. انا بقى ههبط الخمر بتاع العجينة يعني عشان ابتدي اقطعها. شايفة زي الملبن، ايديا مش لازقة فيها، واعتقد انا يعني الصورة واضحة قدام حضراتكم. انا بقى بصراحة ما عنديش المقطع اللي هم بيقطعوا بيه العجين ده يا جماعة، فجبت البتاع اللي هي بتاع المخلل دي، اللي بتعمل اشكال في المخلل مشرشر كده، وقطعت بيها. قال يعني قطعت ما علينا. المهم بقى هتجيبيها كده الكيلو البيتزا، كيلو الدقيق بيعمل معاكي 4 بيتزات لارج كبيرة. انما انا بصراحة يعني قطعتها يمكن على 5 صواني او حاجة، لان انا طبعا انا مع مقاسات الصواني مختلفة فمش كلها لارج يعني. المهم دلوقتي هتجيبي قطعة العجين اهي، وهتفرديه مرة بالطول ومرة بالعرض عشان تديني شكل دائري. العجينة بتاعتنا يعني ما شاء الله ممكن تتفرد لوحدها في الصينية، بس لو سبتيها تريح كمان 5 دقايق هتفرديها بايدك من غير ما تحتاجين الشابة. سمك العجينة ما يزيدش عن 1 سنتي وما يقلش عن كده. انا بحطها اهو، وهبتدي افرد فيها بصوابعي. انا ماليش دعوة بالنص، انا بطلع من النص على بره بحيث اعمل حواف عالية حوالين الصينية يعني يا جماعة، بالظبط عاملة زي عجينة الطرط يعني، اعمل لها صورة عالي زي عجينة الطرط. ويا سلام بقى لو كنت في قعر الصينية رشيتي رشة من السميد. السميد يا جماعة بيديها يعني القعر بتاع البيتزا بيخليه هش يعني ويخليه جميل وفيه تطعيمة حلوة كده. بس انا بصراحة ما كانش عندي، فدهنت دهنة زيت بسيطة. اوعى تكتري الزيت في الصواني علشان خاطر بينشف العجينة. انا لسه مستمرية معاكم اهو وبعمل الصور بتاع البيتزا علشان خاطر انا عايزة الشكل النموذجي للبيتزا بتاع بره، اللي هو الحواف تخينة وعالية والنص رفيع وهابط. هنعمل ايه دلوقتي؟ هتجيبي شوكة وهتلفي بيها حوالين الصينية كامل داير ما يدور كده، علشان خاطر ما يعني امنع ان العجينة تنتفخ معايا في الفرن وتبقى زي قرصة الكيك. لا، احنا بنعمل بيتزا مش قرصة فينو. تمام. انزلي بقى بالصينية، بتاخد معلقتين صلصة مش مليانين، ولفيها وحاولي ما تخليش الصلصة تيجي على الحواف. رشي رشة من الجبنة الرومي او اي نوع انتي بتفضليه، وحطي عليها الخضار. الخضار يا جماعة في تركة مهمة جدا وركزي معايا، الخضار يتقطع قبل ما تضيفيه على العجينة مباشرة، وما يكونش تخين، يكون السلايز يعني الشرايح بتاعته رفيعة علشان ما تجيبليش مية على العجينة وتبوشها. الحشو ده بتاعك انتي.
الحشو اللي انت تفضليه اعمليه. البيتزا معروفة بتتعمل من البواقي. انا كده عملت دي بالجبن، تمام، جبنة من فوق وجبنة من تحت، اديها جبنة تديكي بيتزا. وطبعا رشة من الزعتر، اديها زعتر تديكي بيتزا. هعمل معاكم واحدة تاني عشان اللي ما خدش باله ياخد باله. واحدة مرة بالطول ومرة بالعرض علشان خاطر ناخد الشكل المدور. الأمانة يا جماعة يعني العجينة بصراحة طرية خالص وحلوة. براحتك انت بقى، عايزة تشيليها في الفريزر تمام، لو يعني عايزة تحتفظي بيها، مش عايزة وعايزة تشيلها في التلاجة من تحت تقعد معاكي لحد 4 أيام، في الفريزر لحد 3 شهور. وانا برضو كتبت تاني اهو علشان خاطر لو ما فهمتوش من يعني الكلام بتاعي. وبعمل اعملوا الصورة اهو للبيتزا، اهم حاجة الصورة، اهم حاجة من الشغل ضبط الشغل. الناس بقى اللي بتعمل اوردرات وحاجات من الحاجات دي، ان شاء الله هعمل لكم طريقة توفر معاكم الجبن. في حاجة نسيت اقول عليها. لو تلاحظوا انا دخلت البيتزاية اللي فاتت من غير الجبنة الموزاريلا، ما بتتحطش دلوقتي، عشان كده قلت لكم تابعوا الفيديو معايا للاخر. ثواني بقى كده واتقلوا، اتقل تاخد حاجة حلوة. رشة من الجبنة، ودي شوية لحمة مفرومة كده من البواقي اللحمة المفرومة اللي انا كنت عاملاها لطواجن المكرونة اللي هتظهر معايا دلوقتي في البطاقات او في الاي يعني. الحشو اضغطي عليه بايدك علشان خاطر انا عايزة قطعة البيتزا تكون طعمة. انا مش عايزة اكل حاجة يعني سندوتشي، طب ما انا اجيب فين واحط فيه الخلطة دي واقول عليها بيتزا؟ لا، دوسي على الحشو يدخل جوه العجينة ويديها تطعيمة. وطبعا ما تنسيش رشة الزعتر، وبرضو زي ما انتوا شايفين من غير ما نحط الجبنة الموزاريلا. انا بقى هحط الجبنة الموزاريلا امتى؟ دلوقتي اهو جبتها وحطيتها. بعد ما حطيت الجبنة الموزاريلا بفرشة كده و يعني لمعي وش الجبنة علشان خاطر تديكي النقط الجراتان يا جماعة الذهبي اللي زي اللي بنجيبها من بره. تدخل فرن درجة حرارة 200 على الرف الأوسط 20 دقيقة وبتبقى يعني جاهزة على حسب فرنك. شايفة البيتزاية طالعة عاملة ازاي؟ وانا عملت واحدة يا جماعة اهي الصغيرة دي، عملتها في طاسة على فرن البوتاجاز من فوق، بتبقى طرية وطعمها جميل. انا بحبها يعني ما بدخلهاش تحت الفرن، على عكس بتاع الصواني. طبعا انا دخلتها. انت لو هتلاحظي شايفة بقى الجبنة هتلاقيها بتعمل خيوط وتشابكات كده معايا في البتاع ده السكينة وهي بتعملها. الجبنة الموزاريلا بقى تدخل على تحت الشواية ثواني وتطلعيها. انا مدخلاها تسيح. لو حطيتي الجبن في الفرن، يعني الفرن سبتيها وغبتي عليها مش اقل من ثواني، هتلاقيها اتحرقت منك وجلدت. والطريقة اللي انا بعملها دي او التركة دي بتخليها تمط باي نوع جبن. شايفين البيتزاية عاملة ازاي؟ حتى الحشو وقع منها، يعني البيتزا وقع من طولها من كتر الطراوة اللي فيها، واللون القعر بتاعها دافي يعني ذهبي. البيتزا يا جماعة ما تاخدش تسوية كتير في الفرن، لازم تطلع ذهبي كده علشان تضمني انها ما تنشفش منك. لو لا قدر الله الفرن بتاعك بينشف، حطي حلة مية او صينية مية في قعر الفرن على الصاجة على طول عشان يطلع لي بخار يطري لي البيتزا تطلع من الفرن تتغطى. شايفين نسيتوني اقول لكم فين اللايك